ونحطها في الفرن. وبعد ما نحطها في الفرن وتستوي ان شاء الله نشيل الورق بعد ساعة على درجة حرارة 200. بعد ساعة نشيل الورق وتاخد وش، وبعد كده نطفي عليها وبالهنا والشفا. يا رب تعجبك. اهي الفخدة بعد ما طلعت من الفرن بعد ساعة، شلت ورق الفويل من عليها وسبتها خدت الوش الجميل ده. طعمها وريحتها وشكلها والخضار نفسه طعمه برضو حكاية، لاني نزلت كل العصارة عليه يعني تحفة. شايفين الخضار كمان استوى، لا مهري ولا حاجة، سوا مظبوط جدا. انا عاملة الكمية دي عشان خاطر عزومة، يعني فيها خضار مشكل طبعا اللي انتوا عايزينه تحطوه فيها. يا دوبك جنبها شوية ملوخية، رز بشعرية، مخلل وسلطة. يا رب يعجبهم ويعجبكم الفيديو كمان. السلام.